السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخيرا ريفيو عن الاير فراير أو القلاية الهوائية زي ما بيتقال عليها باللغة العربية. دي عبارة عن قلاية المفروض إنها بتوفر لينا الزيت، بتخلي الأكل يستوي بطريقة أسرع. المفروض إنها بتوفر على ست البيت، وده هنشوفه في فيديوهات جاية كتير إن شاء الله، نشوف إذا كان فعلا الكلام ده صح ولا لأ. الأول طلعتها كده من الكرتونة، مسحتها، هنبص على محتوياتها كده. في زي شبكة كده بتحطي ايديكي من الفتحتين اللي في النص دي عشان تشيليها. على الجناب بتاعتها في قطع زي سيليكون بحيث انها وهي بتنزل ما تجرحش الحلة دي. المفروض ان ليها استخدامات معينة عشان ما نبوظهاش او ما نأثرش عليها. ده اول حاجات انا عرفتها عنها، هبدأ اقول لكم اللي عرفته واحدة واحدة. المفروض كده اول حاجه يعني هحط الفيشه اشوف الكهرباء والدنيا تمام والكلام ده. انا لسه حاليا ما اعرفش اي حاجه عنها. واحده واحده هوريكم بقى في الفيديوهات اللي جايه. المفروض هنا في برامج كتير. المفروض اعلى حراره ليها 200 درجه. النوع الاير فراير اللي انا جايباه ده اسمه جاموكي. السعة بتاعته 5.5 لتر، الحلة بتاعته 5.5 لتر. أعلى حرارة ليه هي 200. تمام. أنا كده قفلته لحد ما أفهم فيها وأبص للكتالوج بتاعها وكل الكلام ده. الحاجة الوحيدة اللي فهمتها في الكتالوج لحد ما اترجم كل الكتالوج ان هي برامج من اول البطاطس والسمك والجمبري لكل آه، اكلة من دول ليها وقت معين ودرجة حرارة معينة. زي مثلا البطاطس كاتب لك انها بتاخد 15 دقيقة وتاخد على درجة حرارة 200. وفعلا اول حاجة انا هجربها فيها البطاطس. بنبدأ الزرار اللي في النص ده اللي بيفتح وبيقفل. ودي بقى برامج كتير ليها. في زرار تايمر للوقت ودرجة الحرارة مع بعض. كده احنا بنزود وننقص. هنا البرامج دي ما بتداش عليها كده، انا كنت بجرب معاكم. لا، البرامج دي لما بتدوسي على الزرار بيجي على الجنبه، يعني بيتحرك المراحل للي جنبه. جبت كمان القطعة دي تيفال، فيها زي بتاعة الكب كيك كده اللي بنجيبها، بس عجبني ان حجمها ينفع يخش الاير فراير. لو انا مثلا عايزه اعمل بيض في العيون دي، عايزه اعمل كب كيك سريع، عايزه اعمل ميني بيتزا صغنونه. جبت كمان الطبق السيليكون ده والطبق الموف التاني. طبق فيهم مربع لان القلايه بتاعتي مربعه، والقطعة دي مدورة عشان لو عايزة اعمل مثلا بيتزا او كيك او اي حاجة فيها، يعني كده كده هتأدي على قد الحلة بتاعتي. ده كان ريفيو سريع اول ما فتحتها. ما تنسوش اللايك واستنوا باقي الريفيوهات.